أفضل 10 مسلسلات تركية اتكلمت عن الزواج الإجباري وبعد كده الجواز ده اتحول لحب. 10 مسلسل وده من أفضل المسلسلات بالنسبة لي وهو مسلسل القضاء. مسلسل القضاء هنا بيتكلم عن المحامية جيلان وكمان النائب الجاز. الاتنين دول بتجمعهم قضية كده وهي قضية موت أخت المحامية دي، وبيحاولوا بقى يدوروا على القاتل الحقيقي اللي بيكون أصلا متهم في القضية دي شنار أخو النائب، لكن مش هو القاتل الحقيقي. واثناء سعيهم بقى وبحثهم عن القاتل ده بتضطر جيلان ان هي تاخد بعض الادله باسلوب غير قانوني، وبيساعدها على ده النائب الجاز برغم ان هو كان ماشي على القوانين بحذافيرها يعني. وبعد كده بيتم استدعائهم علشان يتحقق معاهم في الدليل اللي هم خدوه ده، لكن المفاجاه هنا بقى ان هم بيتجوزوا هما الاتنين علشان النائب الجاز ده ما يقدرش ان هو يشهد ضد جيلان، وبالتالي الجواز برضو كان بادئ علشان حاجة معينة حاصلة واتفقوا انه هيتم لمدة سنة وبعد كده ان هما ينفصلوا. لكن بعد كده الجواز بتاعهم اتحول لقصة حب حقيقية، والاتنين بقوا من اروع الثنائي على مدار المسلسلات التركية برضو. والمسلسل ده بصراحة من اقرب المسلسلات لقلبي.